مرحبا يا متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. صباح الخير إذا شاهدوني في الصباح، ومساء الخير إذا شاهدوني بالمساء. هنا طبعا راح أسوي حلا ليالي لبنان. خليت هنا 5 قلاصات من الحليب، وقلاص نفس القلاص من السميد، ونص قلاص من الشكر، وأبدي أخلط. دائما أنا هاي الطريقة منزلتها 5 قلاصات من الحليب، وقلاص من السميد، أو نص قلاص من الشكر، وأبدي أخلط. وأي نكهة عندكم تضيفوها، أي نكهة عندكم تضيفوها. بعد ما أخلطها طبعا أو تثخن عندي، أخليها أصبها يعني بالماعين. هنا أنا صبيتها بالماعين وبالكاسات، أخليها تبرد على راحتها. هنا راح أسوي حلا الشعرية الباكستانية. خليت القدر على الطباخ، وضفت الزبد، العفو مو زيت، الزبد، قالب من الزبد. وعندي طبعا 3 أكياس من الشعرية الباكستانية. فالشعرية الباكستانية 3 أكياس أحمسها وي الزبد، يصير لونها أشقر. وأبدي أحمس. راح أضيف عليها الحليب المكثف. هنا ضفت عليها الحليب المكثف، وأبدي أحمس بها كذلك. يعني حمسنا الزبد مع الشعرية الباكستانية مع الحليب المكثف، العفو. بعد ما كملتها طبعا صبيتها، وهذا شكلها. فوردت عندي هنا الليالي لبنان، حلا ليالي لبنان. من تبرد قلت لكم أضيف عليها القشطة والفستق الحلبي. أضفت القشطة أو ضفت الفستق الحلبي، وهذا شكلها. طبعا هاي جهزت الطاولة البنات عمي، يعني يجون ضيوف، فهنا جهزتها للبنات. حلا ليالي لبنان مع الحلا الشعرية الباكستانية. هنا راح أسوي حلا السمبوسة. عندي هنا مبروش جوز الهند، وعندي الحليب المكثف، وعندي السمبوسة. أضيف الحليب المكثف مع مبروش جوز الهند وأخلطه، وأبدأ أحشي بالسمبوسة. هنا أنا حشيتها، أسويها طبعا مثلثات. أنا مسوية على جهة طحين ملعقتين مع الماي، أخليها على السمبوسة حتى تلزق عندي، يعني من أقليها ما تنفتح من أقليها. وهاي الطعم فد شي كلش طيبة، وطبعا بدون شيرة أو قطر، لأن الحليب المكثف مع مبروش جوز الهند كلش طيب. هنا خليت الطاوة على الطباخ، وضفت الزيت، وأبدي أقلي. هاي حلا السمبوسة، طبعا طعمها كلش طيب. فهذا اليوم روتيني يعني كله أبدي بيه. هنا أنا بعد ما كملتها، وهذا شكلها. هنا حلا ليالي لبنان مع الشعرية، حلا الشعرية الباكستانية مع السمبوسة، وكذلك الفاكهة. وهاي عندي الحلويات فجهزتن للبنات، بنات عمي، لأن أنا من أروح لهم طبعا ما يقصرون وياي. فهنا بعد ما جهزتهم طبعا أنا هذا كله ألفه، يعني أسلفنه بالنايلون الغذائي. لأن أخاف حشرات أو فشي، فهذا كله أسلفنه بالنايلون الغذائي. وهاي شكل الحلا الشعرية الباكستانية، أو حلا السمبوسة، أو حلا ليالي لبنان.
وإن شاء الله تعجبكم أو يعجبكم الترتيب. جربوها وشوفوها والطعم كلش طيب. طبعا حلا ليالي لبنان ما قلت لكم بعد الطريقة تسوون شيرة أو القطر، من تردون تاكلون تخلون على حلا ليالي لبنان شوية شيرة أو قطر، أو إذا عندكم عسل تخلون شوية عليها. فإجن البنات وجابلي هدايا، طبعا جابوا لي هاي الحلويات وجابوا لي الطرشي، طرشي النجف طبعا كلش طيب، وانا هاي عباس شيخة. هنا بالليل أخذت البنات للحديقة، أخذتهم المتنزه الوردة، فهذني حفيداتي حبيت أصورهن. هاي شموسة ورهوفة صورتهن بالحديقة، فجبت بنات عمي وياي. هنا حبيت أصور المتنزه كذلك، بعد ما صورت حفيداتي حبيت أصور المتنزه. أني دائما طبعا مصورتها لكم ومشوفتها لكم الحديقة، والأجواء كلش حلوة طبعا هنا، والجو طبعا حلو وبالليل وينطي طاقة إيجابية. فهنا عزمت بنات عمي، عزمتهن للعشاء، فجبتهن هنا للحديقة. قلت لكم الأجواء كلش حلوة. وهذا المكان كلش حلو، العوائل حلوة. هنا طبعا طلبنا الأجنحة، وطلبنا كذلك الكنتاكي، والبنات هم طلبوا لفات الصاج، وطلبوا قصب الدجاج وقصب اللحم، والمقبلات طلبوه البنات. وألف عافية حبيباتي. هذا طبعا بثواب أهلي. هنا طبعا دخلنا داخل الوردة، هذا هم مطعم، احنا طلعنا برا بالحديقة، فهذا حبيت أصور الداخل أني. بعد ما صورته أخذت رهوفة وشموسة يلعبن بالحديقة، وهاي الألعاب طبعا مخلينها للأطفال، وأخذت البنات. يعني هنا الأطفال شوية ترتاح، لأن دائما بالبيت ما يطلعون، فجبتهم وياي. وهاي طبعا كلها تظل ذكرى حلوة أني وبنات عمي بعد ما طلعنا. وهاي شكل المتنزه الصغيرة. ثاني يوم طبعا رحنا البيت ابني ضرغام، فهنا سوى الغدا لعماته. حضرنا الزلاطة، حضروها، والبرتقال والموز والتفاح وهاي الخضرة الحلوة، وحبيت أصور الغدا كذلك. وطبعا هم جابوا مندي من برا. وإن شاء الله طبعا يعجبكم روتيني. وكذلك هاي الروبة والرمان كذلك، الفواكه كلش حلوة. وهاي المائدة طبعا فرشناها، وشوفوا الترتيب والنظافة. هذا طبعا من مندي عدن، والمندي عدن كلش طيب. هذا الغدا طبعا. فأني أخذناهم الشط الفرات كذلك للعشاء، لأن بنات عمي كل ما أروح طبعا قلت لكم ما يقصرون وياي،
دائما ياخذوني ويطلعوني ويونسوني، فهذا العشاء بثواب عمامي. طلبنا كباب بالدجاج وكباب باللحم، واطلبوا القص، واطلبوا كذلك الريزو طبعا، وقدموا المقبلات التفاحية والرمانية وهاي الصاج كذلك. بعد ما طلعنا من المطعم حبيت أصور الشوارع كلش حلوة. هنا طبعا نرجع لبيتنا بالليل. بعد ما كملنا رجعنا لبيتنا، فحماتي قالت لي حلا الشعرية الباكستانية كلش طيبة وعجبتني، فهنا أنا حبيت أسوي لها إياه. خليت القدر على الطباخ وضفت الزبد. قلت لكم باكيت واحد من الزبد تخلون عليها 3 من الشعرية الباكستانية، 3، وتحمسونها من يصير لونها أشقر. بعد ما تنحمس تضيفون الحليب المكثف، بعد كل ما تضيفون، ونبدأ نحمس بالزبد والشعرية الباكستانية والحليب المكثف، ونحمس بيها ونصير قلت لكم لونها أشقر، يعني تكمل. هنا أنا بعد ما كملت راح أصبها، وهنا صبيتها، وهذا شكلها والطعم فد شي، جربوها وشوفوها. شكرا حبيبات قلبي على تعليقاتكم الحلوة، وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو على طريقتي أني.